مساء الفل. الزمالك كسب سموحة امبارح 1-0 وخرج من الكونفدرالية. واحنا من الأول بنقول احنا الماتش مش فارق معانا والبطولة كلها مش فارقة معانا، لكن لما نكون بنلعب بالتشكيل الأساسي وما بنجيبش جوان، الجون اللي بيدخل جون عكسي من الحارس المرمى. والماتشات اللي قبل كده نكون بنتكلم فيها ان احنا ما بنعملش فرص وان احنا ندخل اجوان بالصدفة، وان لولا ان الفرق اللي قصادنا بنبقى احنا بندافع وكور بتبقى هجمات مرتدة وبيبقوا عايزين يدخلوا فينا جون عشان هما اللي يكسبوا عشان شايفيننا ضعاف، فها ربنا بينفخ في صورتنا. يبقى احنا كده بنهرج. الموضوع مش موضوع بقى ماتش ونكسب، احنا عندنا المفروض 7 ماتشات كؤوس، سواء الستة اللي في الدوري او نهائي الكاس قصاد بيراميدز. لكن باللي انا شايفه ده في الحقيقة مفيش اي امل ان احنا، يعني انا خايف ان احنا ما نطلعش تالت. يعني ماتش المصري اللي جاي ده ماتش حياة او موت بالنسبة للمصري كمان. يعني المصري لو بيفكر ان هو يطلع تالت على حسابنا اللي هو المنطقي، هينزل هيبقى عايز يموت نفسه قصادنا. انما احنا مفيش، احنا في البلالة، مش موجودين اصلا. ف... فبناء عليه آه، يعني اللي حصل في الماتش هتكلم عليه وكل حاجة، بس على البورد. يعني انا عايز اوريكم على البورد احنا عملنا ايه في الماتش وكنا بنلعب ازاي، وفي نفس الوقت ايه اللي المفروض نعمله قدام وايه المشاكل اللي بيصيروا لحد النهارده مش لاقي لها حلول، وايه المميزات اللي في ايدينا وهو ما بيستغلهاش. تعالوا اوريكم. اللي انتوا شايفينه ده السكواد بتاع الزمالك اللي احنا بنلعب بيه من اول السيزون. عواد وصبحي في حراسة المرمى، وفي 5 مدافعين: السناري وصلاح صدق والونش وحسام عبد المجيد واحمد حسام. على الشمال محمد حمدي وبنتايج، على اليمين احمد محمود وعمر جابر. دونجا وجهاد نمرة 6. شحاتة يعني ما بعتبروش نمرة 6، هو يعتبر أكتر 8 يمين أو شمال. عبد الله السعيد ده أحسن مكان ليه في ال8 ناحية الشمال علشان يبقى موزع للعب. سيف جعفر ومحمد السيد وأحمد حمدي اللي إن شاء الله ربنا يرجعه بالسلامة. أحمد فتوح خلاص أنا حطيته يعني ناحية الشمال، ناحية اليمين كجناح. وطبعا ممكن نستغله باك شمال وممكن نستغله ثالث، بس يعني ده على حسب الخطة اللي احنا بنلعب بيها والطريقة. ناصر ماهر رقم 10، شلبي جناح شمال، وحسام أشرف وناصر منسي والجزيري مهاجمين، والجفالي وشيكابالا ومحمد عاطف وإيشو ومهاب ياسر دول جناح يمين. الألوان اللي انتوا شايفينها دي آه أنا قاصد بيها إن أنا عندي 4 لعيبة بس. اللي انتوا شايفينهم دول اللي أنا أقدر أعتمد عليهم بشكل أساسي في الماتشات، وما اقدرش استغنى عنهم: حسام عبد المجيد، بنتايج، عبد الله السعيد، وصلاح مصطفى. دول اللعيبه اللي انت لو حطيتها في الماتش يقدروا يلعبوا 90 دقيقه، مش هيتصابوا، ما عندهمش مشكله يعني. اللي باللون الاخضر زي عواد وصبحي وناصر ماهر فتوح الجزيري وشلبي، دول اللعيبه المهمين، لكن انت عارف ان انت ما تقدرش تعتمد عليهم بنسبه 100% في الماتشات. وبالتالي انت تقدر تعتمد عليهم مثلا في 60 دقيقة في 70 دقيقة علشان يدوك الماكسيمم ليفل بتاعهم. انما لو اعتمدت عليهم في 90 دقيقة زي ما شفنا مع عمر جابر وشلبي اكيد هيتصابوا. اللي بالبني دول او الغامقين دول اللي هقول عليهم الصف الثالث او الرابع كمان، اللي احنا نقدر نعتمد عليهم. وباللون الازرق زي الونش واحمد حسام ودونجا وجهاد، دي لعيبة اقل شوية، دول الليفل الثالث يعني. من حيث القوة أنا ليه مصنف اللعيبة بالقوة؟ يعني عندك مثلا ماهر ياسر مهاب ياسر بالأحمر، لأن فعلا هو أنا دلوقتي زي ما انتم شايفين هطلعه بره خالص، أنا مش هعتبره موجود. أحمد محمود، الزناري، إيشو، محمد عاطف، كل دي لعيبة أسامي موجودة في الفريق. آسف يعني في الكلمة، على الفاضي. أنا ما أقدرش أعتمد عليهم. حتى محمد حمدي نفسه انا ما اقدرش اعتمد عليه، رغم ان محمد حمدي يعتبر مفروض انه لعيب مهم.
انما بقيه الاسامي اللي انا قلت عليها لا نتخلص منها في اخر الموسم، لا ممكن لو في زي ايشو مثلا او محمد السيد ممكن نطلعهم اعاره ويجوا الموسم اللي بعده ممكن يفيدونا زي ما مثلا ما عملنا مع آه، المهاجم بتاعنا اللي طلع فرنسا ده. المهم، طيب ده يخلينا طبعا احمد حمدي يعني ربنا يرجعه بالسلامه، انا مش هعتمد عليه دلوقتي او مش هحطه في الفريق. ده يسيبني مع عدد اللعيبه اللي انتوا شايفينه ده: 2 حراس مرمى، 5 مدافعين، 2 6، شحاته 8 يمين وعبد الله 8 شمال، باك يمين عمر جابر وحيد وبنتايج، باك شمال وحيد شلبي وناصر وفتوح. شيكابالا والجفالي انا اتمنى ان يعني اشوف شيكابالا في عدد دقائق اكتر من كده في الفتره الجايه. جزيري وناصر وحسام دول كام لعيب؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 لعيب. 21 لعيب منهم 2 حراس مرمى. يعني انت السكواد بتاعك 19 لعيب، دول اللي انت تقدر تعتمد عليهم ويدوك كواليتي كويس. ممكن تدخل محمد السيد غصب عنك، تدخل احمد محمود، ولو ان انا يعني ما انصحش بالكلام ده. فدول ال 19 لعيب اللي احنا هنلعب بيهم السبع ماتشات الجايين. طيب خلوني كده اقول حاجه صغيره يعني. احنا دلوقتي اي فريق في الدنيا علشان يدخل اجوان محتاج 5 حاجات: عرضيات، شوط من بره ال 18، مهاره فرديه اللعيب زي مثلا ايمن حفني او مصطفى فتحي اللي هو يرقص واحد واثنين وثلاثه، او شيكابالا زمان، هجمات مرتده، وكرات ثابته. ايه اللي الزمالك ايه اللي الزمالك بيقدر يعمله، او ايه الكويس عنده وايه اللي مش كويس عنده؟ خلينا نقول مثلا عرضيات اللي هي اكتر حاجه بيستخدمها بسيرو في الماتشات. هل احنا عندنا عدد كفايه بيفهم يتحرك جوه ال 18 ازاي؟ الاجابه لا. الغريب ان هو انا خليني بقى اطلع حسام واطلع الجبالي واطلع شيكا، اطلع الاسامي اللي احنا يعني مش هنعتمد عليها. يعني ممكن الونش نسيبه، جهاد عنده مشاكل كتير، دونجا. يعني من ال 19 لعيب انا طلعت منهم اهو 5 لعيبه تقريبا الراجل ما بيعتمدش عليهم خالص. تمام، ممكن جهاد بنسبه اكبر شويه لكن مفيش. يعني متبقي لي هنا جوه الملعب 15 لعيب. خلي بالكو، انا عارف ان الناس فاهمه اللي انا بقوله او عارفه اللي انا بقوله، بس خليني اشرح بقى الكلام ايه. لو انتوا شايفين اللعيبه وشكلها بقى عامل ازاي في الملعب، احنا دلوقتي كعرضيات انت ما عندكش حد من اللي انت شايفه ده بيلعب عرضيه، ومع ذلك بيسيرو مصر ان احنا نلعب من على الاطراف ونعمل عرضيات، اطراف ونعمل عرضيات. طب بناء على ايه؟ يعني انا بناء على ايه في كل الماتشات اللي فاتت يا الكره بتبقى هنا يا الكره بتبقى هنا، مفيش لعب جوه الملعب؟ او انا ما عنديش مشكله خلي الكوره تيجي على الطرف بس ما تعملش عرضيات. العرضيات يا جماعه بيبقى اصلا احنا بنلعب بواحد بس، يا الجزيري يا منسي، هو بيبقى واحد لوحده جوه ال 18. فبناء على ايه انت بتلعبني على عرضيات؟ يبقى كده واحده من ال5 طرق اللي الزمالك المفروض يدخل بيها جوان مش عندنا. ولا فتوح ولا ناصر ولا ولا شلبي ولا عبد الله السعيد ولا حتى شحاته يقدروا يعملوا زياده عدديه افكتيف، او يعني تقدر تعمل نتيجه جوه ال 18. فاتمنى ان احنا نبطل عرضيات. الغريب ان احنا لما لعبنا امبارح بالجزيري وناصر منسي احنا ما عملناش عرضيات تقريبا. يعني احنا تقريبا ما عملناش عرضيات، ودي مصيبه في حد ذاتها يعني. طيب تاني حاجه الشوط من بره ال 18. هات لي اسم من دول بيعرف يشوط من بره ال 18. مفيش غير دونجا مثلا، يعني هو ده اللي انت تقدر تعتمد عليه شويه بره ال 18، انما الباقي مفيش. يبقى دي كده تاني حاجه، شوط من بره ال 18 انت مش مستغله، او انت مش ما عندكش لعيبه تقدر تعتمد عليها في الكلام ده. طيب كرات الثابته. في الكرات الثابته بقى دي نقطه قوه عندنا، سواء فاولات من حوالين ال 18
او الكورنرات. الكورنرات انا لحد النهارده ما شفتش حاجه بيسيرو بيعملها عشان يستغل. انت عندك صلاح مصدق، الونش، حسام عبد المجيد، اطول لعيب في الزمالك وفي الدوري المصري، ما بيستغلوش. طب ليه؟ بنتايج بيرفع عرضيات دوا، وبيشوط فاولات دوا، وطبعا الوحيد اللي احنا عارفين انه يقدر يشوط من بره ال 18. ما شاطش غير واحده وكانت صدفه، كانت صدفه. طيب، المهاره الفرديه، هل احنا عندنا لعيب يقدر يعدي واحد واثنين وثلاثه؟ الاجابه لا. انتوا واخدين بالكم ان احنا عندنا مصيبه في الملعب؟ انت لغايه دلوقتي اللعيبه اللي عندك ما عندهاش مميزات تدخل اجوان، تمام؟ والجزيري اللي هو راس الحربه بتاعنا دي طبعا مستواه معروف، وناصر منسي الراجل بيجتهد وكتر خيره، وبصراحه الوحيد اللي يقدر يدخل جوه ال 18 ويدخل اجوان، تعتمد عليه يعني. طيب، ما بقالكش غير الهجمات المرتده. وفي الحقيقه برضه في وسط ده كله، مع الاسف الجزيري، شلبي، وشحاته، دول اللي عندهم سرعات يقدروا يجروا بالكوره ومن غير كوره علشان تعمل عليهم تحولات ومرتدات. طب ده يسيبنا لايه؟ هل ده كده معناه ان احنا نرمي الفوطه؟ برضه لا. لكن لازم بسيرو يبتدي يتدخل. احنا محتاجين المدير الفني بتاعنا هو اللي يعمل التكتيك. طيب، ايه اكتر ميزه لعيبه الزمالك بيعرفوا يعملوها؟ تدوير الكوره. بس اقف هنا بقى، ارمي كل اللي فات ده ورا ظهرك، وتعالى بقى اسمع مني الكلمتين الجايين دول. شحاته، ناصر ماهر، احمد فتوح، عبد الله السعيد، حتى ناصر منسي والجزيري يقدروا يدوروا الكوره. طبعا معاهم عمر جابر وبنتايج وشويه عبد المجيد ومصدق، يقدروا يلعبوا كوره. انت تقدر تلعب كوره بيهم، تعمل خلخله لدفاعات الخصم اللي قدامك، اللي بيها تبتدي تخلق فرص جوه ال 18، يمكن حد يشوط ويدخل جوه. طيب، ايه احسن طريقه الزمالك يلعب بيها السبع ماتشات الجايين؟ مبدئيا تعال نشيل صبحي لان هو حارس المرمى الثاني، وعواد هو حارس المرمى الاساسي بتاعنا. انا ما عنديش مشكله ان انا العب بخمسه ورا، لكن دونجا انا مش عايزه في الملعب. دونجا بيبقى اللاعب رقم 12 في الفريق اللي قصادنا وش كده، فانا مش عايزه قولا واحدا. عبد الله السعيد مكانه مش هنا، عبد الله السعيد مكانه ورا. لو انت عايز تحافظ عليه وحط جنبه شحاته، انا ما عنديش مشكله، انا ما عنديش مشكله خالص في الحته دي. ليه؟ عبد الله السعيد يقدر يفضل هنا وشحاته يتقدم، عبد الله هيعرف يسد مكانه. شحاته يقدر يسيب يرجع لورا شويه، وعبد الله السعيد هو اللي يتقدم، بس اخره في الحته دي يوزع لعب. طبعا عندي مشكله ان عمر جابر مش هيقدر يلعب التيمبو العالي بتاع الماتشات 90 دقيقه، علشان كده غصب عننا شحاته لازم يلعب باك يمين او وينج باك يمين. انا ما عنديش اوبشن. خلي بالكو احنا ما عندناش اوبشن غير الكلام ده. طيب، كده انا بقى عندي اتنين، وخلي بالكو ان الراجل لعب امبارح تاني بنفس الخطة اللي هي 5-2-2-2. 5-1-2-2. طبعا انا ايه، هنشيل شلبي، هنشيل ناصر، بس يعني هنعتبر يعني ان الخطة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. تمام. الخطة دي ما ينفعش العب بيها قصاد الفرق، لان نص الملعب فاضي، وبيعتمد على ان انت تخلي صلاح مصدق وحسام عبد المجيد يزيدوا في المساحات الفاضية. ف 5-1-2-2 دي لا، مش هتنفع. طبعا الاسامي اللي انتوا شايفينها في الملعب دلوقتي هي احسن اسامي تقدر تلعب ماتشات. يعني ولا ناصر ماهر ولا شلبي تقدر تعتمد عليهم. ناصر ماهر عنده مشكلة ذهنية كبيرة قوي،
غير كده كنت طبعا احطه. انما لما يكون نص الملعب بتاعي شحاته واحمد فتوح وعبد الله السعيد اكيد هيبقى احسن، ولما يبقى الهجوم بتاعي الجزيري وناصر منسي اكيد برضه هيبقى احسن. لكن ممكن انا يعني دي حاجه انا بتمناها يعني، ان احنا يلاعب الفريق كوره شويه، احنا اللي نمسك الكوره. الاتنين دول لازم ينزلوا يتحركوا. طبعا كانت كارثه امبارح من كوارث الزمن سيف فاروق جعفر، تحسه ان هو واقف متمسمر في الملعب ما بيتحركش، فبتبقى النتيجه ان انت في مساحات فاضيه ومفيش حد عندك بيلعب كوره. هتقول لي طب ما احنا نلعب أربعة وننزل مثلا ناصر ماهر في نص الملعب يكون بدل الونش مثلا. هقول لك ما عنديش مشكلة، غير في عمر جابر. عمر جابر اللعيب الوحيد اللي انت ممكن كل ده يبوظ بسببه، وفي نفس الوقت شحاتة عدم وجوده في نص الملعب خسارة كبيرة لينا، هيخليك تضطر ان يكون عندك يا دونجا يا جهاد في قلب الملعب، وهما الاتنين عندهم مشاكل بالكيلو في الملعب. فده ما ينفعش. عشان كده ان انا العب بثلاثة ورا ده هيأمن عمر جابر بدني انه ما يرجعش. ده بالعكس، يعني في وجود صلاح مصدق في ظهره ووجود بنتايج، انا اتمنى ان عمر جابر ياخد ادوار هجوميه وما ياخدش ادوار دفاعيه. يعني انا اتمنى ان هو يكون بدل فتوح هنا يلعب في قلب الملعب، ما يلعبش باك، ما يلعبش وينج باك. هتقول لي طب نلعب مين وينج باك؟ هقول لك يا سيدي طب ما نلعب صلاح مصدق باك ونلعب باربعه ورا ونخليها كده، والجزيري ياخد الحته دي، الجزيري ضايع قدام الجون. فاحنا ممكن يعني، ممكن ده بعد اذنه يعني، ممكن تبقى الطريقه كده. يعني هي ممكن تبقى كده اهي، 4-3-3 عادي جدا، وفتوح يبقى جناح شمال. لان فتوح مش هيبقى جناح، لان بنتايج هو اللي هيبقى طاير على الطرف وفتوح هو اللي هيدخل جوه، وممكن ساعتها شلبي يلعب مكان فتوح، فتوح يلعب مكان عمر جابر. ففي كذا حاجة احنا محتاجينها انها تحصل في الملعب، لان زي ما انتم شايفين احنا ما عندناش حلول، ما عندناش لعيبة كتير تقدر تعمل فرق، وما عندناش لعيبة كتير تعوض لو في لعيب نقص. والمصيبة ان لعيب زي ناصر ماهر وحتى فتوح وشلبي وعمر جابر لعيبة بدنيا ضعيفة، فمش هنقدر ان احنا نعتمد عليهم بصورة كاملة. فهي مرحلة صعبة، هي مرحلة مش اسهل حاجة. اتمنى من بيسيرو الفترة الجاية، يعني في اسبوعين اهو احنا قاعدين نقدر ندرس 4 ايام اجازة كتر خيره، لما يرجع يكون عمل خطة، عمل تكتيك، عمل جمل تكتيكية اللعيبة يلعبوها مع بعض، علشان غير كده الوضع هيبقى كارثي. اللي جاي لسه أصعب. ربنا معانا. سلام.